مرحبا بكم. لينا برشا على دورة في المدينة العتيقة. زعما اليوم وين ماشيين؟ اليوم باش نزورو نهج من أجمل النهجة في المدينة، ونهج عنده برشا تاريخ، هو نهج بن محمود. باش نبداو دورتنا من نهج سيدي بوخريسان. الدورة اللي مقابلتنا ديك زنقة الطوبجية واللي فيها قهوة نسيبتي العزيزة واللي مرة صورتها لكم. هذايا قصر المدينة ونهار نصوره لكم زادا من داخل. هذايا نهج سيدي بوخريسان. كي نكملوا طول في النهج هذا يخرجنا على قهوة عياد، هذاك كافيه ريستورون اللي مرة صورتها لكم، قهوة قصر عياد، ويخرجنا على سوق السكاجين. اما احنا باش ندوروا على اليسار. على اليسار من هنا نلقاو نهج بن محمود، هو يربط بين نهج سيدي بوخريسان وسوق السكاجين. وفي النهج هذا سكنوا برشا عائلات مرموقة، من بينهم دار النيفر ودار بالقاضي اللي ولات مطعم سرايا، ودار بن محمود اللي عليها تسمى النهج هذا. انتم تشوفوا من البيبان ومن الاقواس تفهموا عراقة النهج هذا. على اليسار نلقاو مطعم سرايا اللي هي اصلها دار بالقاضي. مطعم السرايا. الباب هذا اللي على اليسار هذاك باب دار بن محمود، وهي عائلة معروفة برشا بالمشايخ والعلماء والفقهاء، واللي اقترنت تسميهم وأعمالهم بالإشعاع اللي عرفوا جمع الزيتون المعمور. ومن بين اسماء الشيوخ نلقاو سماحة الشيخ هشام بن محمود مفتي الجمهورية التونسية. الباب الازرق هذا اللي على اليسار هو باب التلامذة متاع كوليج السراجي، والباب متاع الأساتذة والإدارة يكون على شارع باب النارة. الباب الأخضر هذا نلقاو تربة وزاوية سيدي بوخريسان، هو معلم تاريخي من منجزات دولة بني خراسان في القرن الخامس هجري أي 11 ميلادي، وقع ترميم زاوية ذي ما بين 1981 1983. احنا نكملوا طول لنلقاو رواحنا في سوق السكاجين اللي مرة صورتوا لكم. هاكا كي ندوروا على اليسار نخرجوا على باب نارة، كي ندوروا على اليمين باش نكملوا في سوق السكاجين، وبعد عرضنا سوق اللفة وسوق القماش، ونخلطوا سوق العطارين وجامع الزيتونة. لهنا دورتنا توفى. ان شاء الله تكونوا استفدتوا شوية من الدورة هذه وعرفتوا معالم جديدة، ونتلقاو في دورة أخرى من بلايص تونسي مزيانة. بسلامة.